اكبر مشكله هتواجهك لما تقرر تجيب الام جي زد اس الشكل الجديد من الامارات هنا، وهو تختار فئه الستاندرد ولا فئه الكومفورت. في فروقات ما بين العربيتين. فئه الستاندرد سعرها هنا 44500 درهم، وفئه الكومفورت سعرها 48500 درهم. ده سعرهم على ارض المعرض، يعني فرق 4000 درهم، يعني بالمصري تقريبا حدود 60000 جنيه. السؤال بقى المهم، ايه اللي انت هتستفيده لما تدفع ال 60000 جنيه، وايه اللي انت هتخسره لو ما دفعتش ال 60000 جنيه؟ تعالى بقى نكمل الفيديو للاخر عشان تعرف الفرق بين الفئتين دول بالتفصيل الممل. في مقدمه العربيه هتلاقي فرق واحد بس ما بين فئه الكومفورت وما بين فئه الستاندرد، وهو اضاءه العربيه الاماميه. عندك في فئه الستاندرد الاضاءه بتاعتها من الهالوجين، لكن في فئه الكومفورت الاضاءه بتاعتها فول ماتريكس ال اي دي. لكن غير كده مقدمه العربيه مفيش فيه اي اختلاف نهائي. لو جينا نبص على جنب العربيه فانت في عندك 3 اختلافات. اول اختلاف وهو مقاس الجنط ما بين الفئتين. في فئه الستاندرد ده شكل الجنط بيكون لون واحد من اللون الرمادي بيلمع ومقاسه 16، والكاوتش فيه بيكون مقاسه 215 على 60. لكن في فئه الكومفورت ده بيكون شكل الجنط بيكون تو تون وبيكون مقاسه 17، والكاوتش بيكون مقاسه 215 على 55. الفرق التاني بيكون في اوكر البيبان بتاعه العربيه. عندك في فئه الستاندرد مفيش هنا نظام الكيلس انتري، يعني لازم تفتح بالريموت كنترول علشان الباب والعربيه تفتح. لكن في فئه الكومفورت في عندك هنا نظام الكيلس انتري، وموجود في باب الراكب الامامي وباب السواق. لو جينا بقى للفرق الثالث فهتلاقيه على سقف العربيه. عندك في فئه الكومفورت عندك هنا الروف راك، لكن في فئه الستاندرد الروف راك مش موجود. من وراه مفيش اي اختلاف نهائي ما بين فئه الستاندرد وفئه الكومفورت. تعال نبص على باب السواق في فئه الستاندرد. عندك الجزء ده من الجلد، والحته دي كده من القماش متبطنه شكلها حلو. عندك هنا جلد وهنا بلاستيك، وعندك كمان الازاز كله بينزل وان تاتش، لكن هنا لازم تفضل حاطط ايدك علشان الازاز يطلع. ولو جينا نبص على شكل باب السواق اللي موجود في فئه الكومفورت، عندك برضو الجزء ده من الجلد، لكن هنا المنطقه دي بدل القماش بقت من الجلد، وبرضه نفس القصه. وعندك هنا الازاز بتاع باب السواق بيكون وان تاتش اب اند داون، مش داون بس. ده شكل الفرش بتاع الكراسي بيكون من القماش، وده شكل الكرسي بتاع السواق. ما عندكش تحكم غير قدام وورا، والظهر برضو قدام وورا. لكن في فئه الكومفورت الكراسي او الفرش بتاع العربيه بيكون من الجلد، وده شكله. وكمان كرسي السواق بتقدر تتحكم في ارتفاعه وانخفاضه. وفي فئه الستاندرد ما عندكش الايرباج بتاع الكراسي، يعني العربيه بيجي فيها 2 ايرباج بس. لكن في فئه الكومفورت في عندك الايرباجات بتاعه الكراسي، يعني عندك مجموع الايرباجات في فئه الكومفورت 4 ايرباج. ده شكل التابلو في فئه الستاندرد. وعندك المنطقه دي والمنطقه دي كمان بتكون من القماش متبطن بالاسفنج بس شكلها حلو. لكن في فئه الكومفورت المنطقه اللي انا شاورت لك عليها بالكامل بتكون من الجلد. ده شكل العدادات اللي موجوده في فئه الستاندرد، بتكون انالوج وفيه شاشه صغيره بتديك شويه معلومات عن العربيه. لكن العدادات في فئه الكومفورت بتكون ديجيتال، فيها شاشه بمقاس 12 بوصه بتديك كل حاجه بشكل حلو جدا. بس يا سيدي، وده كان شرح تفصيلي للفرق ما بين فئه الستاندرد وفئه الكومفورت في الام جي زد اس الشكل الجديد. السؤال بقى، ال 4000 درهم الفرق ما بين سعر العربيتين يستاهل تدفعه ولا ما يستاهلش؟ اكتب لي تحت في الكومنتات. سلام.